أنا عندي اعتراف، إحنا كأهل مقرفين، حقيقي مقرفين. يا معشر الماينس 18، يا كل الصغيرين والمراهقين، أنا معاكم، أنا في ظهركم. انتوا عندكم حق، عندكم حق تزعلوا من بابا وماما، عندكم حق تزعلوا من كل الاعتراض اللي بيعترضوه على كل تصرفاتكم، عندكم حق. بس في حته بس صغننه كده لازم نعرف، ان بابا وماما هل هم عندهم حق ولا مش عندهم حق؟ انت عندك حق وهم عندهم حق. طب ازاي بقى؟ انت صح بتفكيرك انت بوجهة نظرك انت، وهم صح بتفكيرهم هم بوجهة نظرهم هم. طب ايه ده؟ ايه بقى المشكلة فين؟ في جاب على طول بين بابا وماما وبيننا، في أزمة مش عارفين نفهم بعض. هما بيقولوا على كل حاجة لأ، واحنا مش فاهمين هما بيقولوا لأ ليه بيعترضوا على كل تصرفاتنا. انا هنا بقى عشان اريحك، عشان اقولك المشكلة دي اصلا بتحصل ليه في فرق بينك وبينهم، ليه هما باصين بطريقة واحنا باصين بطريقة. مبدئيا كل الناس بيقولوا لك ايه وانت رايح وانت جاي؟ انت مراهق، انت في سن المراهقة. طب انت فاهم يعني ايه مراهقة اصلا؟ مراهق دي لغة عربية فصحى جاية من كلمة ايه؟ رهق. يعني ايه رهق؟ يعني قرب على ايه؟ قرب على ايه؟ انت قربت على ايه؟ انت قربت انك توصل لسن النضج، انت قربت ان مخك وتفكيرك يكتمل. يعني معنى ذلك ان مخي وتفكيري وانا مراهق مش مكتمل؟ للأسف مخك مش مكتمل. تصرفاتنا كلها بتطلع من تفكيرنا، وتفكيرنا بيطلع من مخنا. بما ان تصرفاتنا مختلفة عن تصرفات اهالينا، يبقى تفكيرنا مختلف، يبقى مخنا مختلف. ايه ده؟ يعني انا مخي كمراهق مختلف عن مخ بابا وماما؟ علميا مخك مختلف فعلا. تعال اوريك. مخ الانسان متكون من نصين، نص يمين ونص شمال، كل نص فيهم متكون من 4 فصوص. هنمسك نص واحد من المخ ونشوف تركيبه عامل ازاي. النص ده متكون من 4 فصوص، مش هدخلكم في كلام علمي، فص ورا، فص قدام، فص فوق، فص في الجنب. عندنا أزمة بقى في الترتيب بتاع الفصوص دي. عشان تكبر المخ بيكبر من ورا لقدام، يعني الفص اللي ورا ده بيكبر الأول، وبعد كده بالتدريج بتبتدي الفصوص تكبر. امتى بقى الجميل اللي قدام ده بيكبر؟ لما الإنسان يكمل 25 سنة. كان العلم زمان فاكر إن الإنسان مخه بيكمل عند 18 سنة، بس لا، مع تقدم العلم اكتشفنا إن المخ بيكمل عند 25 سنة. يكمل يعني الفص اللي قداماني ده اسمه الفص الجبهي اللي في الجبهة يكمل على الآخر. طيب فين المشكلة؟ برضو مش عايزين بقى رغي كتير. ايه المشكلة؟ ان الفص اللي قداماني ده اللي لسه ما كملش في سن المراهقة، يعني من سن 13 ل 18 سنة، ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول يا حبيبي عن انك تتصرف بعقل، مسؤول عن تصرفاتك المنطقية، مسؤول عن قدرتك على حل المشكلة، مسؤول انك تعرف عواقب تصرفاتك، ان انا لما اتصرف التصرف الفلاني هيحصل لي الحاجة الفلانية، ابقى عارف نتيجة تصرفاتي. طب ده معناه ايه؟ معناه ان طالما الحتة اللي قدام دي ما كملتش، اللي اسمها بري فرونتال كورتكس اللي هي القشرة بتاعة الفص اللي قدام ما كملتش، يبقى أنا لسه لا هتصرف بعقل ولا هتصرف بمنطق ولا هأدرك نتائج تصرفاتي ولا هقدر أحل مشكلات زي الكبار. دي أول مشكلة. تاني مشكلة فين؟ إن المخ اللي بيكبر من ورا لقدام، في جزء اللي في النص القمر ده بيكبر حلو قوي قوي. طب ده بقى مسؤول عن إيه؟ الجزء اللي في النص ده مسؤول عن مشاعرك، عن اندفاعك، عن متعتك، عن رغباتك. بيخلي عندك على طول رغبة انك تبقى مخاطر، انك تدخل في مشاكل، وبيدي عندك متعة حلوة قوي لما بتعمل تشالنج مع اصحابك. عشان كده بنلاقي ناس كتير جدا في سن المراهقة اللي بيحصل لهم بيدخلوا في التشالنجز، اللي هو ممكن مثلا واحد صاحبك يجي يقولك تعالى نعمل سباق مين يكتم نفسه لمدة 5 دقايق، وانت تعمل فيها الواد الجامد كده وتروح كاتم نفسك 5 دقايق وتموت. يبقى انت عملت ايه كده؟ يبقى انت رميت نفسك في مشكلة كبيرة جدا، لان انت مش عارف عواقب تصرفاتك. البري فرونتال كورتكس لسه ما كبرتش، اللي بتتحكم ان هي تقولك بس يا حبيبي اعقل يا بابا. مين بقى اللي هيقوم بدور البري فرونتال كورتكس لحد ما تكبر؟ مفيش غير بابا وماما. يبقى بابا وماما وظيفتهم ان هم يعملوا ايه؟ يعقلوني. انا كل لما الحتة اللي في النص دي تخليني اعمل تصرف متخلف،
بابا وماما يقولوا لي ايه؟ قال يا حبيبي. طب هل هم كده غلطانين؟ للاسف مش غلطانين، انت لازم تفهم ان هم مش غلطانين، هم خايفين عليك. طب هل انت كده غلطان؟ انت برضو مش غلطان، لان انت معلش البري فرونتال كورتكس صغننه. استنى لما تكبر شويه هتفهم وهترجع تفتكر ان كل حاجه بابا وماما قالوا لك عليها لا كان عندهم حق. يبقى احنا عايزينك كده تستحمل بابا وماما شويه. وكلمه اخيره بقى لبابا وماما، لما تلاقيهم عملوا اي حاجه متخلفه كده نمسك نفسنا كده ونهدى عليهم شويه.